يا مساء الفل. عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. طبعا انا عارفه ان انا متاخره وكده، بس مفيش مشكله. طبعا انتوا في مسلسلات بتتفرجوا عليها وانا في مسلسلات بتفرج عليها، فمش خسرانين حاجه يعني. فقعدت امخمخ وافكر، الحلقه اللي بتاعت النهارده دي انا عايزه اتكلم فيها عن ايه، لحد ما خبط في دماغي موقف آه، أدركت فيه إنه مش لازم كل واحد ياخد مشاعره مع نفسه ويشيلها ويمشي بيها لوحده ويتحمل مسؤوليتها لوحده ويعرف يتعامل معاها لوحده. ف اسم حلقة النهاردة ليه بنخبي ومش بنقول، عشان فعلا احنا ليه بنداري حاجات كتير قوي عن الناس اللي حوالينا، وليه ما بنقولش الحاجات اللي احنا حاسين بيها. احنا ليه مش بنتكلم؟ ساعات بسأل نفسي، آه ليه في ناس اتقل ما عليها هو ان هي تتكلم، بعيدا عن ان انا احد هؤلاء الناس. بس لما بلقي نظرة على ناس، كل ما هم بيعملوا ان هم ناس بياعة كلام وما بتعملش حاجة غير ان هي تتكلم او تعبر، حتى لو في الهوا وكلام مش هيتنفذ، بس اهو انقاذ موقف يعني. وقتها بس بفهم قد ايه الكلام مهم، لانه حتى لو احنا في بعض الاوقات متأكدين ان اللي قدامنا مش صادق، ضميرنا بيخدرنا ولو لوقت صغير ويقول لنا ما طب ما يمكن هما يبقوا معاهم حق المرة دي، يمكن يصدقوا المرة دي، يمكن ربنا نفخ في صورتهم وبطلوا الجو اللي بيعملوه ده وهيعملوا اللي هما بيقولوه فعلا. ف برجع هنا لحتة احنا ليه لازم نتكلم، وليه دونا عن باقي ادوات التواصل اللي ربنا خلقها للبشر في بعض الأحيان بيبان قد ايه الكلام هو أهم حاجة فعلا. فهو احنا ليه فعلا بنخبي ومش بنقول؟ أعتقد كلنا جه علينا الموقف اللي بنبص فيه على نفسنا ونقول يا ريتنا اتكلمنا، يا ريتنا عبرنا، يا ريتنا حكينا أو اشتكينا، يا ريتنا قلنا أي حاجة. فأنا مثلا عن نفسي مفيش موقف وحش مفيش موقف وحش اتحطيت فيه في حياتي أو علاقة انتهت ودعبست ورا أسبابها الا ولقيت ان السبب هو اني ما اتكلمتش، ما اعترضتش، ما قلتش لا، أه ما قلتش انا متضايقه، ما حكيتش. حتى لو مثلا موقف حصل وانتهى وجيت بعد كام شهر قلت فاكر الموقف الفلاني، انا وقتها اتضايقت كذا كذا، ما قلتهاش، ما عملتش ده. ف ما قلتش ايه الحاجات اللي ما بتريحنيش وايه الحاجات اللي بتزعلني، ما اتكلمتش، كنت بعدي الليله. ف ده اثر عليا اني كنت وقتها لما باجي بقى خلاص الشخص عمال يكرر 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 الموقف وانا ما بتكلمش، فبمشي. فساعات كانت بتوصل معايا اني حتى ما بتكلمش مع نفسي. يعني في ناس عرفتها عشان دماغي ما رضيتش تقولي وقتها ان الناس دي غلط يعني. كان من اول نظرة والله كنت عارفة ان هم غلط، بس كنت بكبر من اول نظرة كده. دي ناس ما تنفعش، لا احنا شبههم ولا هم شبهنا، بيعملوا حاجات مش شبهنا، بيتصرفوا تصرفات مش شبهنا. بس وقتها قررت ان انا ايه اطنش لكلام عقلي واكمل. في علاقات انتهت متأخر عشان لما ضميري حاول يقولي ان في حاجة غلط او في حاجة مش عجباني، حاولت اسكته عشان اعدي واكون حمولة وقد ايه انا شخص جميل وبيحاول وبيستحمل. فلا، ده ما اتحسبليش ان انا حد بيحاول وبيستحمل، ده اتحسب لي ان انا شخص مغفل. أه فانا وقتها بديت للاسف اعجابي او حبي للي قدامي على راحتي انا في التعامل، وعلى الاساسيات اللي لازم تبقى موجودة عشان اعرف اتعامل مع حد. يعني انا مثلا عن نفسي، انا بجد بجد الحمد لله مؤخرا بقيت ادرك ان في بيزكس لازم تبقى موجوده في الشخص اللي قدامي عشان ابدا بقى اتعامل معاه ان هو صديق، طب معرفه، طب حد قريب، طب مش عارف ايه. لا، في اساسيات، لو الاساسيات دي مش موجوده واحده واحده هنبدا ايه ننزلك رتبه كده. بس
في ناس بقى زي ما قلت لكم كده كانوا من الاول غلط يعني من الاساس هم غلط، وانا كملت وقشطه ومعلش، وطب ما نحاول، طب ما نستحمل، طب ما يمكن يطلع كويس. فكل ده عشان كده للاسف لما لقيت ان الاوضاع بتتمادى برضو معرفتش اقول حاجه، لان ببساطه رضيت من الاول وان خلاص الوقت فات على ان انا اعترض. وبيبقى النتيجه هي ان انا بمشي فجاه. وده برضو رد فعل غلط لانه الشخص اللي قدامي مش ذنبه ان انا اللي سكت وسكت نفسي من الاول، وما يستحقش ان انا فجأة اختفي بدون سبب لان انا ببساطة اتقفلت. للأسف انا استوعبت موضوع اهمية الكلام ده متأخر قوي، لما خدت بالي مؤخرا ان اكتر شخص انا مرتاحة في علاقتي معاه او اريح علاقة جت في حياتي اصلا هي في الاساس وفي بدايتها كانت مليانة كلاكيع وخناقات، ولكن بعد كل موقف انا كنت بتكلم وبقول انا بتضايق من الفعل الفلاني والتصرف العلاني وكذا وكذا بيعصبني وكذا وكذا بيزعلني ومش عارف ايه، وقلت كذا وعملت كذا. بس رغم ان انا وقتها ما كنتش بحس ان انا بعمل ده كنوع من الانفتاح وان انا بتكلم، بالعكس انا وقتها كنت متضايقه جدا ان انا كل شويه بتكلم، وكنت حاسه ان انا عماله بحط له زي جايد لاينز كده ما يعديهاش وبقرفه بيها. بس طلع العكس، ده خلى علاقتنا دلوقتي احسن حاجه انا عديت بيها في حياتي كلها. وده مش بس بفضلي انا او بفضل ان انا اتكلمت، ده كمان بفضل ان الشخص الاخر سمع وعرف وحفظ واهتم ما يكررش ايه عشان انا ما ازعلش، وبحب ايه وما بحبش ايه. لدرجة ان مثلا في اوقات مثلا ابقى انا في مكان ما وهما بيتصرفوا تصرف ما، الشخص ده بيرد مكاني كأن انا موجودة بالظبط. مثلا هي ما بتحبش كذا، هي بتتضايق لو في كذا. آه، كان الموضوع تبادلي، انه مثلا انا اتكلمت فانت اهتميت، لو انت اتكلمت انا ههتم برضو. ففكرة الكلام من الاساس هي اللي وصلتنا للنقطة دي، ان احنا تفهمنا وتواصلنا وعرفنا نتكلم بنعبر بشكل صريح. لانه باقي ادوات التواصل للاسف مش كاملة يعني نظرات العين مش صريحة، الحركات الافعال برضو دي ما تدلش على حاجة صريحة، وإلا كان معظم السيتويشن شيبس اللي احنا موجودين فيها في حياتنا او ان احنا بنشوفها في حياتنا كانت بقت خلاص انتهت بقى بريليشن شيب حقيقية. لا، ما هو السيتويشن شيب دي اللي قدامك عمال يديك ميكس سيجنالز ويعمل افعال ويعمل نظرات ويعمل مش عارف ايه، ويجي في الاخر يقولك لا ما انا مش حاسس اي حاجة تجاهك الحقيقة. في احيان ما بيبقاش بقى الكلام مهم فيها، يعني برضو مفيش أداة في الدنيا يجب استعمالها في كل الأوقات. مثلا هقول لكم على موقف جيت من كام يوم كده، كنت بقابل ناس صحاب قدام ليا، فاحنا قاعدين فمش عارفه جه في النص كده كلام انه انا حد رغاي. فانا مش حد رغاي دلوقتي، الناس دي عرفتني زمان فانا زمان كنت رغايه فعلا. فزمان في الوقت اللي هم عرفوني فيه انا كنت رغايه، فانا مش محتاجه بقى ايه اقعد اقول لا ما انا الشخصيه اتطورت وبقيت حد منطوي وبقيت مش ها ماشي يا جدعان انا فعلا كده. يعني في نص الكلام كده فبيقولوا ان انا بقيت حد رغايه مش عارف ايه، قلت لهم لا يا جماعه انا مش رغايه والله بتاع. فحد رد قال لي لا بس انتي لو حد اداكي المايك هتبقي رغايه. بعيدا عن ان انا حد اداني المايك وبقيت رغايه وعملت بودكاست فعلا، بس انا في حياتي لا انا مش حد رغاية، بالعكس انا حد منطوي جدا، وممكن اتكلم لو حد انا برتاح له قوي قوي قوي، يعني غير كده لا مش هبقى رغاية ولا حاجة. بس ففي الاوقات دي انت مش محتاج تبرر بقى، خلاص مش كل شوية هفضل اتكلم، لانه الناس دي عرفت مرحلة معينة منك وانت بتشوفهم كل فين وفين كل كام سنة مرة، فمش محتاج انك في كل كام سنة دول تقعد تحكي الشخصية اتطورت قد ايه. لا خلاص ما كده كده يعني انا ما اقدرش استغنى عنك وانت موجود وعنصر مهم في حياتي، بس انا ما بتعاملش معاك بشكل يومي، فالكلام في الوقت ده هيبقى مجرد اهدار للوقت وللطاقة. خلينا نقضي يوم حلو ونشرب حاجة حلوة وخلاص. آم، ادركت انه مؤخرا لما بقيت بتكلم
الموضوع على قد ما هو بالنسبة لنا بيبقى صعب، لانه فكرة ان انت تتكلم مع حد تبينك حد هش، او ان انت ما بينك وما بين نفسك بتبقى حاسس ان انت مش قد المسؤولية، او بتحسسك ان انت عيل كل شوية بتشتكي، او كل شوية بتروح تحكي همك لحد. بل بالعكس، لو انت حكيت للشخص الصح هو مش هيحسسك ده نهائي. بس على عكس بقى ما انت المفروض، يعني احنا المفروض بنتكلم، والمفروض ان احنا نطلع اللي احنا بنحس بيه. اوقات مش بس بنخبي ومش بنقول، لا ده احنا بنرتكب جناية في حق نفسنا، ونقول كلام عكس اللي احنا حاسينه، او نصدر فكرة عن نفسنا هي بعيدة كل البعد عن ما هو نحن عليه، بس عشان احنا مش عايزين نبان ضعاف، او مكسوفين نقول اننا بنحس. ازاي يعني الانسان يحس؟ يعني غريبة. بالنسبة لي دي مشكلة اوحش من ان انت تكون ما بتقولش او ما بتتكلمش او ما بتعبرش. ان انت لو ما اتكلمتش فانت في الاول في الاخر وضعك محايد، بس انت لو صدرت حاجة عكس حقيقتك او عكس اللي انت حاسه، فانت رسميا بتحط نفسك في غلط بقى. انا خلاص يعني لما تيجي بعد كده تقول اصلا انا مش مرتاح، اصلا مش عارف ايه، يقولك ده انت كنت بتقول ان انت بتحب 1 2 3. ف على سيرة الموضوع ده انا افتكرت فترة من فترات حياتي والى الان للاسف انا بقعد اقول ان انا ما بحبش عيد ميلادي ابدا ابدا، وبكره اليوم ده، وما بحبوش يجي، وما بحبش احتفل بيه، وما بحبش وما بحبش وما بحبش. وكان في فترة، يعني كان في الفترة اللي هي اللي انا كنت بتكلم عليها دي، انا وحد من صحابي عيد ميلادنا قريب من بعض جدا جدا، يعني هو يعتبر ورا بعض. فكانوا صحابنا لما يجوا مثلا يعملوا المفاجأة والحفلة والهدايا والليلة والستوريز وكل الليلة دي، كانت تتعمل للشخص التاني. حتى وقت ما تبقى مثلا النزولة اللي هي بتاعة السوربرايز، احنا نازلين عشان الشخص التاني. فممكن كده في النص بعد ما نولع الشمعة ونطفيها يولعوا الشمعة تاني ويغنوا لي، هو عشان خاطر بس يعني عيب. بس الاساس كلنا نازلين عشان فلان، مش عشان انا يعني. بس يعني رغم كراهيتي فده وقتها كان بيضايقني، بس ما كنتش بعرف اتكلم، لان انا من الاساس انا اللي كنت بقول انا ما بحبش عيد ميلادي، وما بحبش استناه، وما بحبوش يجي، وبكره اليوم ده. رغم ان كراهيتي الشديدة لعيد ميلادي هي اساسا نبعة من حبي الرهيب ليوم عيد ميلادي، ولكن لان انا كل سنة بستنى حاجة تحصل فيه، والحاجة دي هي مش حاجة معينة، بستنى اي حاجة مميزة تحصل فيه، او احس فيه ان اليوم ده يوم مميز عن باقي ايام السنة، وما بيحصلش، فبيخيب املي واحبط فكرهته. فبالتالي لان انا ما بتكلمش، بل بزود الطين بلة وبعبر عن عكس ما انا بنتظر، يعني بدل ما اقول ان انا يعني عادي بحب عيد ميلادي عادي، او حتى ما اتكلمش عن عيد ميلادي، لا انا صدرت فكرة ان انا بحبوش وما بستنهوش، وكمان مش عايز احتفل بيه ولا عايز اعمل بيه حاجة. ففي المقابل محدش جه قال لا مثلا هي ما بتحبش عيد ميلادها فيلا نحببها فيه، لا هم قالوا هي كده كده مش بتحب عيد ميلادها، بس فلان بيحب عيد ميلاده وفلان بيستنى عيد ميلاده، فهو اولى بالاحتفال. بعيدا عن نقطة مين فينا اللي غلطان في الحتة دي، يعني سواء تصرف الأصدقاء المشتركين أو تصرفي أنا، فهو الخطأ نابع أساسا من خطأ مننا، إن أنا قلت على الحاجة دي أنا مش مستنيها، مع إن أنا جوايا أنا هموت عليها بس مصدرة فكرة تانية. فليه أقول حاجة وارجع في الآخر أتضايق إن الشخص اللي قدامي ما حاربش فكرة، حتى أنا لو قلتها وسط كلام في هزار. الأساس بتاع الغلط مني أنا، وانا اللي علقت الكلام على قورتي وقلت انا عايزه كده، فخلاص مرجعش اتضايق. عشان كده نقطه ان احنا نصدر حاجه مش شبهنا دي فعلا فعلا وحشه. وفكره اصلا ان احنا طول الوقت نبقى عايشين حاجه بلاستيك او عايشين حاجه فيك، هي مش احنا ومش اللي احنا بنحسه ولا دي طريقه حياتنا. بالنسبه لي صعبه قوي. يعني انا ممكن مثلا، انا مش حد بيحب الكذب، مفيش حد بيحب الكذب، بس
فكرة ان انت تكذب في حاجة ليها علاقة بطريقة العيشة بتاعتك او الحاجة اللي انت بتمارسها بشكل يومي، دي هتحط لود عليك انت، لان انت مضطر ان انت تمثل ده قدام الناس كل ما تشوفهم. فليه من الاول يعني حقيقتنا ما فيهاش حاجة تعيب او تخجل ان احنا ما نقولهاش. عارف عارف الاحساس ده لما يكون عندك كلام كتير جواك بس انت مش قادر تقوله، بتحس ان انت لو نطقت الدنيا هتتقلب او حد هيحكم عليك، او يمكن مش هيكون في حد اصلا مستعد يسمعك. بس يا ترى يعني ليه بنخبي؟ ليه مش بنقول؟ زي ما الاغنية بتقول. زمان انا كنت فاكرة ان السكوت قوة، وان اللي بيتكلم كتير بيبان ضعيف. بس انا لما كبرت اكتشفت ان العكس هو الصح. القوة الحقيقية مش ان انت تخبي انت حاسس بايه، القوة هي ان انت تتكلم وتعبر وتواجه، حتى لو كان اللي جواك مش مريح او تقيل على لسانك. أه لما بتحب حد ليه مش بتقوله؟ لما حد بيضايقك ليه بتفضل ساكت؟ لما بتحس ان انت مش قادر تشيل همومك لوحدك ليه برضو بتفضل شايلها لوحدك؟ ربنا خلقنا لبعض، خلقنا عشان نشارك بعض الحلو والوحش، الفرح والزعل، الأحلام والانكسارات. مفيش حد فينا المفروض ان هو يكون لوحده، ومفيش حد فينا قوي كفاية ان هو يشيل حاجة لوحده. مهما احنا فضلنا نقول انا قوي واقدر اشيل لوحدي واقدر استحمل لوحدي، لا، ما انت ما تقدرش. ربنا اصلا ما خلقناش عشان نكون قادرين نشيل حاجة لوحدنا. بنخبي ليه؟ بنخبي لاننا خايفين من الرفض، من الاحكام، من ان حد يشوفنا ضعاف. بس الحقيقة اننا بشر، والبشر مش لازم يكونوا كاملين، او مش لازم، هم اصلا اتخلقوا ان هم مش كاملين. احنا مش مضطرين نخبي مشاعرنا عشان نبقى مقبولين. واوقات بنحس ان احنا لو عبرنا عن وجعنا هنكون تقال على اللي حوالينا. بس هل عمرك انت فكرت انك لو اتكلمت ممكن يكون في حد تاني محتاج ان هو يسمعك؟ محتاج، مش فكرة حابب ان هو يسمعك، لا، في ناس بتبقى محتاجة تسمع حتى لو في هموم وفي مشاكل. ان انت لما بتحكي مش بس بتخفف عن نفسك، لا، كمان بتدي فرصة لحد غيرك ان هو يتكلم، او بتدي فرصة لحد غيرك ان هو يحس انه مش لوحده. لان بطريقة او باخرى ممكن يكون اللي قدامك بنفس الموقف بس مش قادر يتكلم، فانت اديته جرأة ان هو حتى لو ما تكلمش يعرف انه في ناس تانية بتمر بنفس اللي انا بمر بيه. الكلام مش ضعف، المشاعر مش عيب، وانك تحس وتقول وتتكلم دي مش حاجة تقلل منك. بالعكس، الكلام بيربطنا ببعض، بيفهمنا بعض اكتر، بيقربنا من اللي بنحبهم بدل ما نبعدهم. جرب كده النهاردة، روح قول لحد بتحبه قد ايه هو مهم في حياتك. لما حاجة تضايقك ما تكتمش، روح عبر حتى لو كان باسلوب هادي، عشان الاسلوب الهادي ساعات احنا لما بنتكلم بيه بنحس كده ان احنا بنحسس على الكلام عشان خاطر اللي قدامنا ما يحسش ان احنا بنهاجم، احنا مجرد بنتكلم. لكن ما تخليش الضغوط تتراكم جواك. ولو حاسس ان الحمل بقى تقيل، دور على حد تحكيله، حد يفهمك، حد يطبطب عليك. الحياة مش معركة ما بين اللي بيتكلم او اللي بيسكت. الحياة ابسط من كده بكتير. اتكلم، متخبيش، انت مش لوحدك، وربنا دايما بيبعت لك حد يسمعك في الوقت الصح. ربنا دايما يرزقكم بالناس اللي تسمعكم في الوقت الصح، ويرزقكم بالناس الصح اللي لما تحكوا لهم ما تندموش ان انتوا فضفضتوا قدامهم، او في يوم من الايام لا يغدر ولا يخون ولا حتى يحسسكم ان انتوا تقال عليه. اشوفكم الحلقة الجاية.